حرفيا السماعه دي ملهاش بديل في الفئه بتاعتها. السماعه مرنه جدا وتتحرك معاك زي ما انت عايز، ده غير ان الكوشنز بتاعتها ميموري فوم فمش هتضغط على ودنك، ومع الفترات الطويله مش هتحس باي تعب لانها مريحه جدا. والاحلى من كده بقى انها بتيجي بمدخل واحد يو اس بي للسماعات والار جي بي مع بعض. صحيح الار جي بي بتاعتها شكلها تحفه وكل ناحيه بتنور لون مختلف عن التاني فبتعمل كونتراست كده حلو للالوان، والسلك بتاعها طوله 2 متر فما تقلقش لما تقوم وانت ناسي السماعه على راسك مش هتشد اللاب معاك. بالنسبه للمايك فالمايك صوته حلو جدا وكمان في نويز كانسليشن، اسمع كده. والصوت اللي انتوا سامعينه دلوقتي ده طالع من مايك السماعه بدون اي تعديلات بدون اي فلاتر. بس عارف ايه الاحلى؟ المايك قصير جدا ومش باين ومش هيضايقك. نيجي بقى لصوت السماعه نفسه. الدرايفر هنا 50 مللي مع 7.1 فيرتشوال سراوندد ساوند. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. سيبك من اللي قلته ده، يعني صوت كانه محيطي، وركز قوي في كانه دي لانه بيتعمل عن طريق السوفت وير. المهم ان الصوت بتاعها هيتقارن بسماعات اغلى منها. وبس كده يا عزيزي، السماعه اللي معانا هي الشارك اتش 500 وبتيجي بسعر 475 جنيه. دلوقتي جه الدور عليك انك تقول لي بتستخدم سماعه ايه، وما تنساش تعمل لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد، وتقول لي في الكومنتات اكتر من الفيديوهات دي ولا لا. ولو ما شفتش فيديو الانبوكسنج بتاع السماعه روح شوفه، والسلام.